السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا بكون دايما بخير. انا بكم حلقه جديده من دروس حياه باتشة جديده. يلا بينا على طول. في الحلقه دي اكلمك على افضل مدرسين تقدر تكمل معاهم في ثالثه ثانوي تظبط معاك الاداء، ودول عن تجربتي انا الشخصيه، فممكن ما يعجبكش عادي، وارد جدا لان دي تجربتي انا الشخصيه، فخلي بالك من النقطه دي كويس. عشان الاقي واحد تحت في الكومنتات يقول لي مش عارف مين عمك مين عمتك، مش عارف مين ده احسن منك، مش عارف ده كذا كذا عمك وعم عيالك ومش عارف ايه. فماشي يا عمي وعم عيالي ومفيش مشكله عادي. وسؤال عايز اجاوب عليه، اللي بيساله ده عايز اكله علقه عشان السؤال غبي قوي قوي. وحابب اقول لك على نصيحه ارجوك تمشي بيها، يعني بص مش متخيل هتبقى عامله ازاي، يا ريت تمشي بيها بجد، يا ريت. وهي انك ما تمشيش ورا كلام اي حد، حتى ورا كلامي. لو انا كلام غلط هحاول افهمك ازاي. انت ما تمشيش اي حد يقول لك المدرس ده فلان الفلاني مش عارف احسن واحد على الكوكب بيعمل ماده مش عارف او بيجيب الامتحان وبتاع، ما تمشيش وراه. لازم تجرب الاول قبل ما تشترك معاه. جرب الاول. اكيد كلهم مدرسين اونلاين عندهم يوتيوب وبينزلوا على اليوتيوب الاول، فانت تدخل الاول يوتيوب جرب عنده الاول وبعد كده اشترك معاه لو عايز تشترك معاه. فيا ريت ما تمشيش ورا كلام حد وتروح تشترك وخلاص من غير ما تجربه. يا ريت تفهم الحته دي كويس وتعمل بيها، لان انا اتغفلت في اول السنه بجد ومشيت ورا حد، ودي غلطه من الغلطات انا وقعتها، فانا جاي اقولها لك ما تعملهاش. دي غلطه من انا وقعت فيها في السنه، فجيت قلت لك انت ما تعملهاش، فيا ريت ما تعملهاش بقى. نبدا باول ماده واللي هي اصعب عند العموم، بس بالنسبه لنا كانت الاسئله لك ازاي. احنا عندنا اثنين في الفيزياء انا شايفهم توب جدا، يعني بص احسن ناس يعتبر بالنسبه لي، شايف واحد فيهم الاحسن ده بالنسبه لي انا. عم معبود اللي هلاقي واحد في الكومنتات دلوقتي بيقول لي عمك عم معبود مش عارف ايه، هو عم معبود اهو، وعم محمود مجدي وعم اي حد محمود مجدي بقى. عندك مستر محمود مجدي مستر محمد عبد المحمود، الاثنين دول عظمه بس يا ريت ما نختارش حد فيهم قبل ما نجربه يوتيوب الاول. يا ريت تفهم ده. شهر 8 اللي فات لما كنت في اول السنه مشيت ورا الراي الراجح اللي بيقول لك عم معبود احسن ومش عارف ايه، فرحت اشتركت معاه من غير ما اخد معاه خالص. رحت اشتركت في الفصل الاول تقريبا، ايوه، وسمعت اول محاضره والثانيه كانت حلوه قوي، الثالثه بدأنا في الرابعه ما بقيتش افهم منه اي حاجه، الدنيا ما ظبطتش معايا خالص. عقدت الفصل الاول جدا معاه لحد ما اتقفلت منه، والفصل ده يعني اكتر فصل بوظته خالص، ما عوضتوش الا تقريبا شهر 2 تقريبا او شهر 1 اللي ظبطت فيه الفصل الاول. ده حصل ليه؟ لان انا اخترته من غير ما اجرب. مش بقول لك ان مستر محمد عبود وحش، لا مش وحش، هو عايز حد بس مستوى عالي في الرياضه، وهو مش مبسط جدا في الشرح. مستر محمد عبود راجل توب جدا، بس هو محتاج حد يكون ذكي في الرياضه اكتر او شاطر جدا في الرياضه، دماغه عالي في الرياضه اكتر، فده هيمشي معاه. انما لو انت مستواك مش اللي هو الافضل شويه، هنا مش بقول لك مستر محمد عبود وحش، لا هو كويس جدا 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 وممتاز جدا، محدش يقدر يتكلم في حقه حاجه وحشه. عشان الاقي واحد في الكومنتات برده مهما اتكلم يقول لي برده عمك عم عبود عمك عم عيالك، هتشوفه دلوقتي هتشوفه بتاع. بس محمد عبود حلو كويس جدا، بس يا ريت لو هتاخد معاه جربه الاول يوتيوب. بس هو تقريبا منزل يوتيوب من 2020 تقريبا او 2021، فالشرح اصلا يكون متغير، فانا مش عارف بقى ده حل ايه. عشان لو انت هتاخد معاه جربه، لا مش عارف بقى انا الحل ايه، فانت شوف انت بقى حل. المدرس الثاني وهو مستر محمود مجدي، ده بجد الراجل ده انا شايفه ممتاز جدا، وده اللي انا خدت معاه بقيه السنه كلها. الراجل ده انا بجد مش واخد حقه، مش واخد حقه من كتر العظمه وحاجات العظمه اللي بيعملها، يعني بصراحه ربنا يجزيه كل خير. ده اللي حببني في الفيزياء اصلا، خليني احب الفيزياء بسببه والله، ولا كنت ما كنتش بذاكر غيرها. الراجل اللي حببني في الفيزياء اصلا ليه؟ لانه بياخدك اصلا من مستوى الميح خالص، اللي مش تعرفش حاجه اصلا ولا فيزياء ولا رياضه، بيعدي بيك واحده لحد بتطلع للمستوى العليا. في كل محاضره كده بيمسكك الدرس بياخدك من الاول خالص ما تعرفش اي حاجه، ويطلع بيك واحده لحد ما توصل للنهايه. صراحه في الشرح ما شفتش ابسط منه جدا في الشرح، وبالذات لو تسمع فيديوهات السنتر بتاعته. حتى لو انت تشترك معاه اسمع فيديوهات السنتر بتاعته، بتبقى مبسطه جدا. موجوده برده محاضرات من 2025 موجوده على اليوتيوب، فيا ريت تجربها الاول. لو انت تشترك معاه جربها الاول واسمعه الاول. الفصل الاول ده كان اوحش فصل عندي، كان بايظ جدا. الراجل ده اللي لميته معاه بصراحه في محاضره اليوتيوب ده، ظبطته معاه. الراجل ده انا اشتركت معاه في اول الفصل الثالث الاول والفصل الثاني، لميته معاه من على محاضرات اليوتيوب محاضرات السنتر، وبدي بجد انت هتشترك معاه فيا ريت تسمعها جدا، بتبقى يعني افضل واحسن اكتر كده. بالنسبه للفيزياء فانت عندك محمد عبد المعبود وعندك محمود مجدي، فانت اختار بينهم براحتك وراجع نفسك براحتك، ويا ريت ما تشتركش، ابص ايدك ما تشتركش قبل ما تجرب الاثنين. تحت ناس بتقول لي في ناس ثانيه مدرسين ثانيه زي كيرلس وزي باقي المدرسين المحترمين زي حسام اشرف زي باقي المدرسين الثانيين، بس انا دول ما جربتهمش، انا ما اعرفش عنهم حاجه، فانا ما جربتهمش ما اقدرش احكم عليك ولا اقدر اتكلم معاك فيه. فانت لو انت شايف نفسك مرتاح معاه فيا ريت تكمل معاه، ولو انت كنت في ثانيه ثانوي ومرتاح مع مدرس معين في مهما كان في اي ماده مرتاح معاه، فيا ريت تقفل الفيديو اصلا وتخش تكمل معاه من غير اي كلام تاني. لان انت لو كنت في ثانيه وكنت مرتاح مع حد ومظبوط معاه وشايف انه كويس، كمل معاه في ثالثه غير مناسب، غير ما
تشوش نفسك كتير. طبعا هتلاقي ناس تحت دلوقتي بتقول لي بترشح مدرسين تاني الفيزياء، المدرسين تاني ما جربتهاش، فوارد جدا يكونوا ممكن هم الاحسن، ممكن يكونوا هم الافضل، بس انا ما جربتهمش، دول عن تجربتي الشخصيه. ده التاني واللي هي الكيمياء، واللي كانت الاقرب لقلبي، ما كنتش بذاكر غيرها برضو، كانت الماده الكيمياء دي بحبها بقالي 3 سنين من اول سنه وانا بحب الكيمياء. هشرح لك 2 بس، الاثنين دول بص هشوفهم عظمه بصراحه. مستر خالد صار كده مستر عبد الله الحبشي، الاثنين دول ما فيش احسن منهم بصراحه. انا شايف، انا بالنسبه لي انا مش شايف احسن منهم. مستر خالد صار متفوق جدا 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 في الكيمياء العامه، والراجل ده انا معاه بقالي 3 سنين. وفي العضويه برضه هو كويس جدا جدا جدا، بس انا في حاجات ما كنتش بفهمها، فكنت بروح على مستر عبد الله الحبشي كنت بفهم منه ابسط يعني جدا بالازهر. ويا ريت ما تاخدش مع حد منهم قبل ما تجربوا الاول يوتيوب، الاثنين عندهم يوتيوب فتقدر تشوف الاول ده شوف ده وتحكم براحتك يعني. والاثنين غنيين عن التعريف يعني، مش معروفين جدا. عندك الكيمياء بتقسم لجزئين، حاجه اسمها كيمياء عامه اللي انت بتبقى واخدها بتعرفها، اللي هي المعادلات معروفه من اولى ثانوي وثاني ثانوي، الحاجات اللي بتاخدها من اولى ثانوي والحاجات دي كلها. الكيمياء العامه معروفه عادي اللي هي الرموز والحاجات دي. وحاجه ثانيه اسمها كيمياء عضويه، الكيمياء العضويه بتبقى نباتيه وحاجات زي كده، دي اول مره تاخدها في سنه ثالثه. الكيمياء العضويه دي تقريبا بيبقى عليها من 24 ل 30 درجه على حسب بقى. ويا ريت لو تلاقي مدرس يبدا معاك بالعضويه الاول في اول السنه، فده يكون حلو جدا، لان انت مش هتعرف تظبطها في اخر شهرين دول، لان انت العضويه دي لو تاخدها بالترتيب بتاع المنهج هتاخدها تقريبا في شهر 2 وهتخلصها تقريبا في نص 4 في نص 3 او قبل 4 حاجه بسيطه. تمام، فمش هتظبطها جدا لانها بتحتاج تكرر جدا جدا، عشان تعرف تظبطها لازم تكرر كتير، لان هي اصلا كلها افكار. وسيب ده الموضوع على جنب دلوقتي، بتكلم عنه فيديو تاني. كده عندك الكيمياء، عندك مستر عبد الله الحبشي ومستر خالد صقر. ممكن تقول لي عبد الجواد تحت، ممكن حد يقول لي تحت عبد الجواد انا ما جربتوش الا في سنه ثانيه بس، وحاجه بسيطه بس مش قوي. فممكن تلاقي مدرسين تانية ناس تانية بتشرح ناس تحت، بس دول قلت لك عن تجربتي الشخصيه. ما تنساش الفيديو الجاي ان شاء الله هكلمك عن كتب المدرسين، عشان في كذا حد سالني عليها او نجيب كتب ايه، فان شاء الله الفيديو الجاي هكلمك عنها. نخش على 3 ماده، ماده الاحياء انا مش شايف غير الجوهري. الجوهري بص يعني اعظم من شرح الاحياء دكتور احمد الجوهري، ده اعظم من شرحها. انا مش شايف غير كده بصراحه، شايف حد تاني فانا ما اعرفوش، فجزاه الله خير وربنا كده يعني. فاعظم من شرح الاحياء اللي انا شايفه بالنسبه لي دكتور احمد الجوهري. دكتور احمد الجوهري بيحط لك الاحياء كلها في دماغك هنا، بيحفظك المنهج من كتر ما هو بيكرر لك معلومات كتير ويكرر لك المنهج كتير، فبيحطه في دماغه هنا، بتفتكر كل حاجه هنا في دماغك، خرائط ذهنيه بقى وكلمات كده ايه مفتاحيه بصمجه وبتاع، بتفتكر المنهج بتاعك في الامتحان بصراحه. بتفتكر ايه فاني درس مع انهي كتاب بتاعها في الصفحه كذا، والله لازم كنت بفتكر ده في الامتحان احياء عادي. ناس تانية ترشح لك مثلا دكتور محمد ايمن او ناس كتيره تانية، بس انا ما جربتش الناس دي. انا بقالي 3 سنين مع الجوهري، اولى سنه وانا مع الجوهري، ما جاتش في مره قلت اغير او حاجه. الجوهري بصراحه كويس جدا. فهتلاقي ناس تحت تقول لك برضه في مدرسين تانية جربها الاول بعد كده اشترك، ما تخليكش غبي، جرب الاول محاضره و2 و3، ما تحكمش من واحده، لقيت نفسك مرتاح وتعرف تحل في كل حاجه خش اشترك لو عايز تشتري. ونيجي للماده الرابعه واللي هي الرياضه اللي كلنا بنكرهها، مع اننا كنا بنجيب فيها مجموعه عاليه. والرياضه بقى بصراحه يعني اجيب لك من الاخر، انا مش شايف غير محمود ابو زيد، مستر محمود ابو زيد. يا جدعان الراجل ده مش واخد حقه كده، الراجل ده العظيم بيعمل عظمه في الرياضه. بنقول لك الديناميك دي حاجه صعبه جدا، كنت بسمع عنها كده، الديناميك دي حاجه صعبه جدا اقسم بالله. انا بالنسبه للديناميك كنت بلعبها لعبه كده، ديناميك واستاتيك كنت بلعبه لعبه كده اقسم بالله، بفضل الراجل ده يعني ربنا يوفقه ويجزيه كل الخير والله. الراجل ده ده اللي انا خدت معاه، من عرفته في ثانيه ثانوي في المراجعات، من ساعه ثانيه ثانوي لحد دلوقتي انا واخد معاه، لسه مخلص بقى لسه خلاص. فالراجل ده كويس جدا في الرياضه، ستاتيك وديناميك او فراغيه وتكامل وتفاضل والحاجات دي كلها، خلاك سهله كده. ولو انت خايف في الرياضه فهو بيعمل في الاول كده كورس تاسيسي بيظبطك فيه بصراحه. في ناس ثانيه هترشح لك ناس ثانيه، انا ما جربتش حد دول، ده اللي انا اعرفه بصراحه والله، ما جربتش حد، ده اللي انا كنت باخد معاه. عايز تاخد معاه اي حاجه جربه الاول يوتيوب، بعد كده خش اشترك على المنصه لو حابب تشترك. خلصنا المواد الثقافيه، تعال نخش على المواد الشرعيه. المواد الشرعيه انا مش شايف غير عمي وعم اي حد يتكلم، عم عبد الوهاب حجازي، ده ابويا يا جدعان. الراجل ده والله العظيم في مقام ابويا الله يرحمه، الراجل ده بحبه جدا وبحسه جدا والله العظيم بصراحه، بحسه ابويا كده الله يرحمه. الراجل ده ممتاز جدا في المواد الشرعيه بجد، خليك في دماغك، خليك فاهم مواد شرعيه، خليك فاهم الشرع فعلا، خليك في الفقه مثلا احكام الفقه خليك فاهم مش حافظ، خليك تفهم تطلع السؤال ازاي وتطلع الاجابه بتاعته ازاي. فعم عبد الوهاب حجازي الراجل ده بشرف بيه جدا انه علمني الشرعي. لو انا قفلت شرعي فالراجل ده هيكون بسببه بعد توفيق ربنا. فالراجل ده الشرعي ممتاز جدا. هتلاقي ناس تانية كتير بس بصراحه انا ما اعرفهمش ولا جربتهم. فعم عبد الوهاب حجازي توب في الشرعي، وده عن تجربتي انا الشخصيه. هي المواد العربيه انا ما كنتش باخدها، ما بحبش اخدها اصلا اونلاين، كانت سنتر، انا نزلت سنتر حتى تقريبا شهر 10 تمام. بعد كده رحت اشتغلت مع مستر سعد الفقي، هي اصلا ما كنتش بحب ان انا اخدها اونلاين. بس سعد الفقي راجل ممتاز جدا، دكتور فعلا في المواد العربيه بصراحه، دكتور في المواد العربيه ممتاز جدا جدا جدا، سواء نحو او صرف او بلاغه او نصوص او ادب. الراجل ده توب، ما بيديكش التركات كده في الحفظ والفهم،
خليك عندك ايه الدنيا تمام. كان في حد دخل بيقول لي كده ان هو بيكروت وبيحفظ مش بيفهم. الراجل ده كله حصه بجد كان بيقول لنا افهم ما تحفظش، افهم ما تحفظش، افهم ما تحفظش. فعلا الامتحان بتيجي على الفهم مش بتيجي على الحفظ. انسى بقى الموضوع اللي يقول لك احفظ العربي ده وهتخش تقفل فيه او افهم او احفظ الشرعي. مفيش الكلام ده. دلوقتي الامتحان كله بقى جاي على الفهم. دماغك هتفهم هتحل، هتحفظ هتجيب ايوه هتحل، بس مش اللي هو هتجيب الدرجه النهائيه. فبيجي كام سؤال كده على الفهم بيختبرك على الفهم وبيبقى خطوات شويه مش قليلين على فكره. فانت لازم تفهم الاول سواء عربي او شرعي لازم تكون فاهم عشان تحفظ، وده هيسهل عليك الحفظ اصلا. فالعربي عندك مستر سعد الفقي فتدخل تجربه اليوتيوب الاول. وفي ناس ثانيه برضه هتقول لك تحت ناس ثانيه كتير في العربي بس انا ما جربتهاش. انا عارفهم لا جربتهم ما جربتهمش. دكتور سعد الفقي عن تجربتي انا الشخصيه، حابب تجربه جربه، مش حابب براحتك. ماده الانجليزي واللي اصلا قاعد فيها ماده واحنا ما نعرفش والله بجد هم ماشيين فيها. ماده الانجليزي بصراحه يا جدعان على الدغري كده انت ما عندكش فيها الا المهارات السكيلز عامه، لو مثلا باراجراف قطعه ترجمه الحاجات دي انت حاجات دي مهارات اللي اتعلمتها هتجيب درجه عاليه في الانجليزي. انت لو حليت السكيلز بس تقريبا ب 27 درجه من 40، 5 درجات على الكلمات و5 درجات اسلامك، فالدنيا بتلم يعني. ده لو مش فاكر التقسيمه حلو بس هو تقريبا كان كده. فهو الانجليزي كله مهارات، ما عندكش الا جزء الاسلام وجزء الكلمات بس. بالنسبه للانجليزي في العام هو حلوين قوي بس مش مناسبين لي كازهر. مثلا انجليشاوي ده الراجل ده بص عظمه في الانجليزي، عظمه جدا في الانجليزي. سيب لك ازهر مش اللي هو اقول لك ازاي افهمك. عندك الاسلامك هو بيكون متاخر فيه او بيبقى مهمله شويه. القراءه والسكيلز المحادثه والترجمه والحاجات دي عندك غير العام. عندهم هم ما عندهمش الحاجات دي. عندهم الترجمه مثلا اختياري، انت عندك الترجمه مقالي. عندهمش هم سؤال محادثه فهو اصلا مش بيعودك عليه، مش بيعودك الا قبل الامتحان اصلا بيوم او 2. الحاجات دي لازم تكون متدرب عليها في اول السنه عشان تكون سهله جدا بالنسبه لك. فانا برشح لك ان انت تاخد في الانجليزي مع حد تبع ازهر. طب مين مثلا؟ اقول لك مستر سيد الجزار ده انا خدت معاه في المراجعات النهائيه، ده كان راجل ممتاز جدا. هتقول مين تاني؟ اقول لك مستر يوسف جو، كنت بسمعه في اسلامك والحاجات دي. مستر يوسف جو كان عظمه جدا. هو مستر سيد الجزار الاثنين دول بصراحه عظمه، ودول بتوع الازهر يعني حاجه ما شاء الله. عايز تاخد انجليزي يا ريت تجرب الاثنين دول الاول لو انت عايز تاخد تبع حد ازهر، وده انصحك تاخد تبع حد ازهر مش حد تبع العام. لا انت براحتك بقى، بس جربهم الاول. خش على قناه اليوتيوب بتاعتهم اكتب سيد الجزار او مستر يوسف جو اي حد فيهم وجرب الاول قبل ما تشترك. ودول برضو عن تجربتي الشخصيه. بس كده. فملخص بقى كده سريع اللي احنا قلناه. الفيزياء مستر محمد مجدي، مستر محمد عبد العبود، جرب الاول قبل ما تخش. عندك عبد الله الحبشي، مستر خالد صقع، الجوهري بلا منازع، مستر محمد ابو زيد، انجليزي يوسف جو او سيد الجزار، العربيه مستر سعد الفقي، الشرعيه عمي وعم اي حد عم عبد الوهاب حجازي. لازم موضوع الكتب ده ان شاء الله يكون الفيديو الجاي ان شاء الله مش اخر عليكم يعني فيه. هصوره دلوقتي مدرسين اياكم كتب مدرسين خلي بالك منها عشان ده موضوع جاي ايه موضوع كبير. يا ريت بقى تحت ملاش حد تحت في الكومنتات يقول لي ايه مش عارف فين عمك وعم عيالك. ماشي يا عمي وعم عيالي. ده تحت ناس تقول لي لا يا عم ده احسن من ده وده مش افضل من ده. يا صاحبي كل واحد ليه طريقته الشخصيه وفهمه الشخصي. يعني ما تجيش تقول لي تحت في الكومنتات الاحسن مستر خالد صار ولا مستر عبد الجواد. اقول لك اسال سؤال عبيط، اقول لك ليه؟ صلى على النبي. مثلا دلوقتي متعود مع الكيمياء مع مستر خالد صقر ومظبوط معاه وبحل معاه وكله بقالي 3 سنين الدنيا زي الفل تمام. انت بقى مثلا بتقف مع مستر محمد عبد الجواد تفهم من مستر محمد عبد الجواد اكتر من مستر خالد صقر تمام. فتيجي تقول لي ايه عمك عبد الجواد عمك وعم عيالك وعم اي حد. ماشي يا عم عمك وعم عيالي انت بتفهم منه انا مش بفهم منه عادي جدا. كل واحد فينا ليه طريقه في الفهم وليه طريقه في الحفظ والاريحيه مع المدرس بتاعه. فعادي جدا مش لازم كل المدرسين اللي قلتهم دول ينفعوا معاك، مش لازم جدا خالص. ممكن 1 2 ينفع بس معاك بالكتير. فانت لازم تجرب انت بنفسك وما تمشيش ورا كلام اي حد. يا ريت انت تجرب وتقرر انت بنفسك. انت بتمسك مدرس تحضر محاضره و2 بعد كده تخش تحل تشوف انت نفسك انت فهمت منه ولا لا. طريقه استيعابك مرتاح معاه ولا لا، تعرف تحل ولا لا. كل ده اللي بتحكم. الحاجات دي هي اللي بتفرق. يا ريت ما تمشيش ورا كلام اي حد، تجرب بنفسك. انا بقول لك ما تمشيش ورا كلامي، كل اللي قلت لك خش جربهم الاول. تلاقي الاول لي مين احسن من مين ولا ده ايه رايك في ده ولا ده انت يا عمنا. بس كده. اشوف فيديو جديد فيديو كتب يكون قريب. شير لايك والاشتراك. شوف انت محتاج تقول ايه في الكومنتات. ويا ريت تنضم لقناه الواتساب بدل قناه التليجرام اللي اتقفلت. صرنا داتا كتير جدا بسبب ان هي اتقفلت. فيا ريت تنضم لقناه الواتساب الجديده بدل التليجرام. عملت بيج على فيسبوك فيا ريت تتابعني عليها لو تكرمت يعني. هتلاقي اللينك في الوصف او الكومنت. بس كده يا سيدي اشوفك الفيديو الجاي. سلام.